ايه يا ريكو؟ اديني جيت لك اهو زي ما طلبت. وانا لما شفتك وانت في المستشفى مع كناريا خدت بالي ان عينيكي ما كانتش طيقاني. حقك عليا يا راوي اذا كنت هبلت في الكلام. عايز إيه يا ريكو؟ هات من الاخر. راوي انا لسه بحبك. لا والله. والمفروض اصدق بعد اللي قلته وعملته؟ بعد ما رفضتني قدام فهد ورفضتني في الشارع وقلت فيا اللي ما يتقالش، واني رحت النادر النايت وكنت برسمها عليك وعليه. ايه؟ نسيت كلامك؟ لا ما نسيتش يا راوي، بس حط نفسك مكاني. لا والنبي ما احطش. كل واحد احسن له يفضل مكانه. ده انت في اول مطب رمتني وعملت نفسك ما تعرفنيش، حتى ما حاولتش تسمعني. عارف يا ريكو انا حبيتك ليه؟ عشان كنت فاكره انك بتحبني بجد. نظرة عينك ليا كانت غير كل الناس، بس طلع كل ده أونطة، طلع أي كلام. بس ربك حنين، بعت لي راجل اختارني حتى لو كان فيها كل العيوب. اشتراني وقفل ودنه عن أي كلام يسمعه عني. وأنا في الأول وفي الآخر ست وعايزة اللي يقدرني، عشان ما لقيتش التقدير من اللي بحبه. انا هو نادر التمساح هيحبك اكتر مني؟ طز في الحب، طز. كفاية إنه شافني بعين تانية واحترمني أكتر منك. طب اديني فرصة تانية يا راوية. والله العظيم انا بحبك. موافقة، بس ردك هاخده بعد اللي هقوله دلوقتي. اللي هتقوليه وعايزاه يا راوية هيتعمل. عارف ايه السبب اللي خلاني اخش المستشفى لما كنت تعبانه؟ ايوه عارف، فهد قال لي انها حادثة عربية. موضوع الحادثه مفيش حد يعرفه غير نادر وفهد، وانا هعرفهولك. انا في ناس طلعوا عليا واغتصبوني ورموني في الشارع زي الكلب. هاي هو ده الفرق بينك وبين نادر التمساح، انه لما عرف يتمسك بيا اكتر. راوية انا بس مش فاهم الكلام اللي انت بتقوليه ده، ودني مش مصدقاه. لا معلش، وحقك عليا اني صارحتك.